عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا بريكة بالعظمة سهلة وبنينة برشا. خديت لهنا شوية من المعدنوس وشوية بصل. بالنسبة للمعدنوس راني ذبلته شوية باش ما يقعدش من بعد ني. وهنا كما قلت لكم خديت كعبة بصل قصيتها جويدة، شوية كبار وشوية طن. عندي لهنا العظم، وعندي جبن تنجموا تستعملوا جبن رابي، وعندي لهنا أوراق الملصوقة. أنا شاركت معكم الوصفة متاعها نخليها لكم في صندوق الوصف. أول حاجة باش ناخو الملصوقة متاعي وباش نتويها بالطريقة هذيا، نتويها كي على اليمين وعلى اليسار ومن فوق ومن اللوطة، ومن بعد نعملها في شكل مثلث. الشكل هذيا من بعد يجينا ياسر مزيان. نكمل بقية الورقات الكل بنفس الطريقة ومن بعد نرجع لكم. وتوا باش ناخذ بالورقة وبالورقة وباش نحلها بالطريقة هذيا، وباش نفقص في وسطها كعب عظم، وباش نحط شوية من البصل ومن المعدنوس والكبار والطن والجبن. تنجموا زادا راهو تحطوا هريسة عربي ياسر تجي بنينة. في نفس الوقت الزيت متاعي قاعد يسخن. حطيت الكعبة البريك كيما تراو نسكرها على الجهات الكل باش من بعد داك الحشو ما يخرجليش، ونرش عليها من فوق الزيت باش تجيبلي، ونقعد نقلبها. وردوا بالكم تحرقوها تخليوها معناها اللون متاعها يبدا مزيان. وكاهو نكمل بقية الكعبات الكل بنفس الطريقة. وان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. نتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد، وشهية طيبة.